مين فينا ما بيحبش الشوكليت كيك؟ بس ما بنقدرش نكملها من كمية السكر اللي فيها. انا بقى جايبه لكم النهارده ماتيلدا كيك عشان السكر فيها مش عالي ومظبوط قوي وتقدروا تاكلوا منها على قد ما تقدروا. ويلا بينا اوريكم وصفتي السريه في جناش الشوكليت بتاعها. اول حاجه انا بحب اعملها بالزبده، بس تقدروا تعملوها بالزيت. هتلاقوا المكونات بالتفصيل بالجرامات والاكواب المعياريه تحت الفيديو. احلى حاجه في الوصفه دي ان احنا بنعمل الجناش بتاعها بدارك شوكليت، فيبقى طعمها غني قوي ونقدر نتحكم في نسبه السكر بتاعته. والوصفه الاصليه للجناش بيضيفوا ليها زبده، بس وصفتي السريه بقى ان انا بستبدل جرامات الزبده بمزيج من القشطه والحليب المحلى المكثف عشان اعادل طعم الدارك شوكليت، وفي نفس الوقت افضل محافظة على لمعان الجناش حتى بعد لما يفضل في التلاجة. والقشطة بتضيف لها نكهة حلوة قوي اكتر من الزبدة. واهم حاجة ان انتوا تقشروا الكيك من كل الجوانب عشان الجناش يلزق عليها وفي نفس الوقت يديلها نكهة حلوة. حاجة كمان اتعلمت اعملها من وانا صغيرة لما بدأت اعمل الكيك، ان انا بقلب المكونات الجافة كلها مع بعضها والمكونات السايلة مع بعض، بعدين بخلطهم في بعض. استخدمت للتزيين رمان عشان ده اصلا موسم الرمان، وفي نفس الوقت بيديلها طعم حلو قوي ونكهة لذيذة. واحلى حاجة في الوصفة دي انها بتتقدم مع حليب بارد عشان يعادل طعم الشوكليت وفي نفس الوقت نستمتع بيها واحنا بناكلها. لازم تجربوها وما تنسوش تعملوا لايك وفولو، واستنوا الحلقة الجاية.